السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في لا فيديو نتاع اليوم. كما راكم تشوفوا اليوم درنا عصير البرتقال والليمون، مادام رانا في الموسم ديالهم لازم نستغلوهم. العصير نتاع اليوم لذيذ بزاف ومنعش ويجي ثقيل كيما اللي نشروه من برا. الوصفه هذه راهي سهله واقتصاديه بزاف. نشوفوا المقادير مع بعضنا. عندنا 3 حبات تاع التشينا كما راكم تشوفوا، وحبه تاع الليمون، وكاس تاع حليب. الكاس يرفد لي 220 مليلتر. لهنا قطعت الليمون والبرتقال الى نصفين ونبدا نعصر فيهم في هذه الاله. هاد الآلة السعر تاعها بزاف مناسب، انا شريتها ب150 فقط، وراهي راح تساعدكم تنقص عليكم الجهد والوقت. كما راكم تشوفوا رانا نعصروا في البرتقال ومن بعد نزيد نعصر الليمون. هنا واش نقول لكم، تقدروا تاخذوا 2 حبات ليمون و 2 حبات برتقال اذا حبيتوا العصير نتاعكم يكون شويه فيه حموضه، يعني شويه زياده بالحموضه. كما انا هنا ديت 3 حبات تشينا وحبه ليمون، الحموضه راح تكون الحموضه متوسطه. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. وهذا اللب نتاع البرتقال والليمون ما ترموش، راكم راح نضيفوه في العصير، راح يزيد يعطيكم يعني بنه في العصير. هنا جبت الكاس تاع الحليب هذاك، زدت عليه الملعقه تاع المايزينا، نخلطها لهنا بارد في بارد ونحطها مباشره على النار. اذا هذا هو السر باش العصير تاعكم يجيكم ثقيل كيما نتاع برا. عندي لهنايا ريتله كامله تاع الماء، ندير هذا الريتله نتاع الماء ونزيد عليها هذاك العصير ونزيد عليها ايضا هذاك اللب ما ترموهش، قلت لكم خلوه راح يعطيكم بنه على بنه، راح يزيد لكم بنه في هذا العصير. طبعا تخلصوا من العظام تاع العظم هاو اللي كيكون من الفوق، نحوه وخلوا اللب فقط. هنا ضفت كاس تاع سكر، وزن الكاس 220، وضفت ايضا هنا للتنكيه قشور البرتقال والليمون. وهنايا تقدروا تضيفوا ايضا فانيلا، انا الفانيلا هنا حطيتها في الحليب والمايزينا، هاي لك طابت لي وزدت ضفتها. راح يعوض لكم لهنا الياغورت، يعني في عوض ما تشرو باطا ياغورت راكم رايحين ديروا هذا الكاس تاع الحليب مع المايزينا، راح يكون هنا اذا تكون وصفه اقتصاديه. انا هنا نخلط بالفوي كما راكم تشوفوا. تقدروا بيان سور تستعملوا لهنايا الباتور تاعكم او عفوا تقدروا تستعملوا احسن البرا ميكسور. هنا كما راكم تشوفوا العصير تاعي كنت ذقته جاني ناقص شويه سكر، اذا ضفت له 2 ملاعق كبار نتاع السكر. وهنا ايضا ضفت عطر الليمون وملون في نفس الوقت. تقدروا تتخلاو على هذا المرحله بيان سور. وفي الاخير ضفنا الخل هنا ضفت 2 ملاعق كبار. وهذا ايضا سر واحد اخر في العصير، راح تتحصلوا على عصير يكون رائع، يعني رائع بمعنى الكلمه. شوفوا الكميه اللي تحصلت عليها، تقريبا ريتله ونص. وجا العصير هذا جا خاثر وبنين ومنعش. بيان سور بعد ما تخدموه خلوه يبرد لكم على الاقل نص ساعه في الثلاجه وتجبدوه ويكون مباشره موجه للاستهلاك. اذا نقول لكم تهلاو في رواحتكم، وان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه ويعجبكم. وما تنساوش تخلوا لي تعليقات تاعكم دائما تحفزنا وتشجعنا. تهلاو في رواحتكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.